خلي بالك، جوزيه جوميز اللي بيتحكم فيه حاليا عقله الباطني مش تفكيره. جوزيه جوميز فضل بين شيكابالا وعبد الله السعيد، فعقله الباطني قال له لا، جدد دماء الفريق بعبد الله السعيد. شيكابالا نسخه قديمه او متناسي ان عبد الله السعيد ايضا تحديث قديم، وبالنهايه هما الاثنين عواجيز، ولكن عقله الباطني خلاه يستقر على عبد الله السعيد علشان خاطر شفناها في المباراتين اللي فاتوا، اخرهم سموحه اللي اتهزم فيها الزمالك 1-0 من سموحه، اللي اتطرد فيها حسام حسن. حسام حسن اتطرد، واخد لي بالك انت؟ اتطرد حسام حسن، اتطرد، مش مشكله. فالنهارده جوزيه جوميز تفكيره بيقول له اني انا مش مقتنع بصفقات الزمالك او تحديثات الزمالك الجديده. مقتنع بمين يا عم جوزيه جوميز؟ مقتنع ب3 منهم ناصر ماهر وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد دون عجوز، تحديث قديم، من الاسماعيلي على الاهلي على بيراميدز على يعني لف، لكن هو اقتنع به عن شيكابالا. وانا شايفها دي كارثه كبيره، انك انت تقتنع بلاعب وتفضله عن لاعب متواجد مع النادي من هو ناشئ. ده خطأ كبير من جوزيه جوميز. اذا النهارده جوميز عقله الباطني بيتحكم فيه، مش تفكيره، مش اللي شايفه او الورق اللي شايفه قدامه.